ازيكم عاملين ايه؟ انا زياد وده الجزء الخامس من اعبث واسوأ افلام في تاريخ السينما المصريه بعنوان ايه القرف ده؟ اول الافلام اللي هنتكلم عنها النهارده هو فيلم ويزو سكول من بطوله الممثله القديره ويزو. المهم ان الفيلم كله قايم على التنمر من اول ويزو لحد القزم اللي كان في الفيلم. المشكله الاكبر اللي فاكرين ان ده بيضحك، يعني حاجه في قمه الرخص حرفيا. ولو جينا ناحيه الافيهات هو مفيش بصراحه، الفيلم مليان افيهات بس من غير نتائج. يا خريجة كبريهات شارع الهرم، شارع الهرم الوزارة اتخرب. ده انا كنت مدير عام. مدير عام ولا مدير غيرك؟ ايه الكنب ده كله؟ هو طلع دكتور كنب ولا ايه؟ ضحك، لقيته الضحك يا جماعه، والنبي اللي يلاقي الضحك يا جماعه والنبي يبعتوا لنا. ده ركبت منه زليه. ايه؟ اركب بوجيه. لو هو ليه نب انا ليا ضب. يا عم دمك تقيل. والفيلم التاني معانا هو فيلم اشرف حرامي من بطوله تامر عبد المنعم. واحب اقول لك ان ايرادات الفيلم تقريبا ما تخطيش ال 10000 جنيه. تقريبا هدف الفيلم انه يفقد للمشاهد قدرته على الانجاب. اكيد الفيلم ده متمول من الماسونيه. يا عم دمك تقيل. المسلم هو يا باشا. افريقيا، كاس افريقيا. ايوه والكاس دي هتبقى موجوده تحت. تمام سيادة. والحفله دي نخشها ازاي؟ بدعوات ساعات. بدعوات ساعتي؟ ايوه. يا رب. ايه القرف ده؟ او نيجي للفيلم اللي بعده وهو حياتي متبهدله. الفيلم ده مثال حي اللي ماسك كاركتر شبه ناجح بيتم هك عرضه حرفيا. يعني انا متفاهم انك عايز تعمل شخصيه تتح تاني عشان كلت مع الناس شويه، بس تعمل شخصيه تتح بنفس البيئه اللي كان محيط بيها، مش تحطهولي في بيئه تانيه ومطلوب مننا اننا نتقبله. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك وشير في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل 5000 في اسرع وقت. ما تنساش برضه تدعي لاخواتنا في فلسطين وجميع الدول العربيه، ربنا ييسرهم ويعينهم على اللي هم فيه. في الفيديو الجاي السلام عليكم. عربي سامعني او تضحك بيها على بوليس جسر القمر، مش على البوليس المصري العظيم. احنا جدعان قوي. ها حلو الطقم ده. بس انا حاسس ان شفت سيادتك قبل كده. تصدق ان انا كمان حاسس ان انا شفت سيادتك قبل كده؟ امتى وفين بقى؟ من 33 ثانيه بالظبط، عند السلم اللي هناك ده التقينا انا وانت مع بعض.